يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض حواوشي بطعم وريحه يا جماعه، بجد هتقلب الدنيا كلها. طعمه حلو جدا 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 زي اللي بنشتريه من المطاعم بالظبط، وزي بتاع الحاتي تمام. مقرمش من بره وجوسي وطري من جوه. وهنعمل تتبيله للحمه خطيره. لو زهقتي بقى من الاكل التقليدي بتاع كل يوم، تعالي النهارده نعمل مع بعض شويه حواوشي هتاكلي صوابعك وراهم. شايفين شكل اللحمه عامل ازاي؟ هنعمل تتبيله النهارده للحمه، ريحتها تجيب اخر الشارع، كانك واقفه في مطعم بالظبط. الحواوشي مقرمش كده من بره، كريسبي حاجه بسيطه، ومن جوه اللحمه جوسي وطريه وفظيعه. شايفين شكل الحواوشي يا جماعه؟ روعه. واحلى حاجه الحواوشي اللي بيتعمل بالعيش البلدي. احلى حاجه الحواوشي البلدي ده، كنا بنجيبه زمان كده من عند الجزار ويلفهولنا في ورق زبده، وكنا بناكل احلى واطعم حواوشي. كانت اللحمه تتبيلتها بسيطه، وعلى قد بساطتها على قد حلاوه طعمها، مع شويه مخلل كده او شويه طحينه. ومفيش اي كلام بعد كده. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدا في الطريقه بتاعتنا على طول. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها. بسم الله. اول حاجه هنبدا كده نجهز التتبيله بتاعه اللحمه. تتبيله سهله وبسيطه جدا جدا. معايا بصل، كميه البصل زي ما انت عايزه بقى. انا معايا شويه بصل كده محترمين، بيدي طعم مسكر كده وحلو قوي للحمه. ومعايا كده قرنين من الفلفل، وقرنين من الشطه لو عايزه سبايسي. ومعايا شويه من البقدونس، يعني حوالي نص ربطه كده. هجيب الكبة واقدر افرمهم في الهون، واقدر اقطعهم قطع صغيرة زي ما انت عايزة. بفرمهم كويس جدا جدا مع بعض في الكبة، وابدأ ان انا برضو اقطع البقدونس. وبعدين تعالوا بقى نحط التتبيلة. معايا معلقة كبيرة من الفلفل الاسود. اللحمة مش بيتحط عليها كمون، فلفل اسود بس. فلفل اسود معلقة كبيرة كده او معلقة ونص صغيرة. ومعايا معلقة ونص صغيرة من الملح، معالق الشاي العادية كده. ولو معالق كبيرة بتاعة الأكل يبقى معلقة كبيرة ممسوحة. ومعايا كيس من تتبيلة الحواوشي اللي هي خلطة الحواوشي من ماجي. أي نوع انت بتحبيه، حتى في منها سايب عند العطار كده. بس النوع ده حلو جدا جدا وبيدي تيست وطعم عالي قوي قوي للحمة. هفرمهم كويس جدا جدا مع بعض في الكبة. انا عايزه اقول لكم ريحه بس الخضار كده وهو مفروم ريحته فظيعه تجوع. انا معايا نص كيلو كده، حوالي نص كيلو من اللحمه المفرومه، يكون فيها نسبه كويسه من الدهن. اللحمه بتاعه الحواوشي لازم يكون فيها نسبه دهن. فرموها كويس عند الجزار. تمام. هبدا ان انا احط عليها التتبيله كده من غير ما اصفيها ومن غير اي حاجه. بنزل بالتتبيله الخضار بميته كده، ما تقلقوش خالص. احنا مش بنحط الحواوشي على سيخ ولا بنحط اللحمه على سيخ عشان نخاف ان هي تقع. فعادي جدا الميه اللي في قلب الخضار، بالعكس ده هيطعمها كمان. وبعدين ابدا ان انا اخلطهم كده مع بعض كويس جدا جدا. تتبيله سهله وبسيطه، بس ريحتها يا جماعه وطعمها حاجه كده وهم. الاول هخلط اللحمه مع التتبيله كويس، وبعدين عشان اتاكد ان اللحمه كده امتزجت مع التتبيله كويس قوي قوي، هبدا ان انا افرمها تاني في الكبه مع التتبيله. لو حابه تكتفي بخطوه ان انتي تقلبيها بايديكي مفيش اي مشكله. حابه تضيفيها في الكبه برضو حلو جدا جدا. هفرم بقى الكميه كلها في الكبه تاني. شايفين شكلها حلو جدا. التتبيله دي تقدري تعينيها في الفريزر وتطلعيها على الاستخدام على طول وهي متبله كده. وكمان اللحمه كل ما تسيبيها في التتبيله كل ما طعمها بيكون احلى واحلى، والانسجه بتاعتها كده بتشرب من التتبيله. احلى حواوشي بناكله الحواوشي اللي بيتعمل في العيش البلدي. الحواوشي اللي بالعجين بيبقى روعه. اللي هو الحواوشي الاسكندراني بيكون حلو جدا جدا. بس الحواوشي اللي بالعيش البلدي له ذكريات حلوه جدا جدا معانا. يعني ريحته وطعمه حاجه كده في الذاكره. انا جبت عيش بلدي كده من الفرنه، اللي هو الصغير بتاع الحواوشي دوت، ولو كبير مفيش اي مشكله. وابدا ان انا اجيب كده حته لحمه مناسبه، يعني لا كتيره قوي ولا صغيره قوي، عشان برضو تحسي ان انتي مستطعمه الحواوشي.
اللحمه لما بتكون كتيره مش بتبقى حلوه، ولما بتكون شويه صغيرين برضو بتحس انك بتاكلي عيش حاف. فعشان تحسي كده بتحميصة الحواوشي مع حتة اللحمة، لازم اللحمة كميتها تكون مناسبة، ووزع اللحمة كويس جدا جدا في قلب رغيف الحواوشي. وطبعا هعمل كل الكمية بنفس الشكل ده. انا ماشية بمبدأ ان الحواوشي اللي بيتعمل في العيش البلدي لازم يتعمل على طاسة على البوتاجاز، انما الحواوشي اللي بيتعمل بالعجين بيتعمل في الفرن. فدوت مبدأ انا ماشية عليه، لاني العيش البلدي لما بتعمليه في الفرن بينشف، بتحس ان هو بيتحمص، انما لما تعمليه على الطاسة بيكون جوسي كده وفي نفس الوقت مقرمش، بيبقى يعني الطعم والنتيجة اللي احنا عايزينها بالظبط. انا بجيب طاسة سخنة كده على النار، بحط فيها معلقتين كده من الزيت زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بحط فيها رغيفة الحواوشي واقلبهم على الجنبين الاتنين لحد ما ياخدوا اللون الجميل دوت. وبقى مني كمان كده حتة لحمة في الاخر صبعتها وعملتها كفتة. بصوا بقى لكم يا جماعة ان تتخيلوا الريحة والطعم. الريحة فظيعة كأنك واقفة في مطعم، الريحة تجنن، وكفاية النظافة وكفاية الجودة، عاملة حاجة في البيت بنظافة وعامل كمية حلوة جدا جدا. يعني ده لو عملتيه في عزومة بجد يا جماعة كل اللي هيدوق الحواوشي ده هيسألكوا عملتوه ازاي. سهل وسريع وطعم التتبيلة تحفة، واللحمة كده جوسي وطرية وتجنن، والتتبيلة بتاعتها خطيرة. متأكدة ان كل اللي هيجربها تعجبه قوي. عايزاكم كلكم بعد الفيديو ده تقوموا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. احلى واطعم شوية حواوشي بلدي هتدوقوهم. الطعم بجد الجمال عدى الكلام. كريسبي من بره، في سنة قرمشة، ومن جوه جوسي وطري. شايفين بقطعه ازاي بكل سهولة. جربوه متأكدة ان هيعجبكم. وكمان لو طالعة مصيف بقى جهزي الحواوشي دوت معاكي ويدوبك على التسوية. حطيه في الفريزر وطلعيه يفك، وابدأي ان انتي سويه، هيبقى تحفة ويجنن مع شوية مخلل بقى، شوية سلطة طحينة. يا نهار ابيض انا جوعت، وعارفة ان انا جوعتكم. قوموا جربوه بقى ومستنية رأيكم فيه.